واو، حته بقى ايه كاليماري كده، في طعم اللي هو هنطبق الرز بايدينا كده. اول جرادل سي فود ملونه في مصر. هجرب معاكم 4 جرادل ب4 اطعمه مختلفه و4 الوان مختلفه. انزل من الجرادل دي حجمين. اول جردل هجربه معاكم هو جردل كبير يكفي 4 اشخاص، جردل سي فود ميكس في كل انواع السي فود وهو بالافوكادو. هجرب معاكم خبره جديده او اكسبيرينس جديده، هي كبسه السي فود. هنطبق الرز بايدينا كده. التجربه دي جديده عليا، هو تحسوا ان فيها لغوصه شويه وميسي ايتنج، بس هجربها معاكم. احنا بنطبقه كده عشان الرز ياخد من صوص بتاع السي فود ده اللي هو صوص الافوكادو. جرب معاكم بلح البحر واحطه على الرز، ده كمان جواها صبيطه. معلش بقى دي اول مره اجرب اكل بايدي. صوص الافوكادو ده مع السي فود حلو، وكمان مش مبين اي زفاره في السي فود. عجبني قوي يا جماعه الصبيط ده. اقول كده بطريقه، بصوا دي بطروخه. كلها بقى بالرز واوريكم كده. مبدئيا كده ما تروحوش تاكلوا الاكله دي لوحدكم، يعني هي فردين او 4، ويا ريت يبقوا 4. ليه؟ عشان يبقى شكلكم ناس لسه مش عارفه الموضوع ده هنا في مصر قوي. خد كابوريايه، كابوريا مسكره، جمبريايه كبيره، وهجربها مليانه صوص كده من جوه. زودها صوص كده خرافيه، الصوص ده خرافي. تاكوزيه شكلها مغري جدا من هنا وكمان من هنا. غير بقى ان الصوص ده والتتبيله دي مع بعضها فيها حاجه حلوه جدا، فيها زيتون عامل طعم رهيب. ده اول مره اجرب زيتون مع سي فود، فهو مع بعضه لذيذ جدا. يلا نجرب الجردل اللي بعده. هو جردل لفردين وبصوص ولون تاني خالص. ده بصوص الجبنه ريكفورد او البلو تشيز، يعني عشان كده هو لونه ازرق، بس هيبقى حادق شويه مش عارفه. واو، الصوص هنا حساه اكتر شويه ولا ايه؟ الالوان تجنن. اللون ده احلى من اللون التاني. اكتر حاجه حبيتها فردة الرز. ايه ده، احنا هنا ممكن نعمل حوار الجندوفلي بالرز ده التركي. الصوص ده مش حادق قوي. طعم البلو تشيز مع السمك في يعني عارف اللي هو محرق شويه، بس لذيذ. حته بقى ايه كاليماري كده، صبيط زرقاء مليانه صوص بلو تشيز. انا حاسه التكتشر بتاع الصوص ده اتقل شويه عشان البلو تشيز او الجبنه، مع انه حادق سنه، بس عارف في طعم اللي هو الجبنه. تعالى بقى خش لي كده اغرق الرز صوص. انا بحب الجبنه، بحب الجبن. دي بطارخ. الموضوع ده ممتع اكتر منه في اكسبيرينس كامله بعملها، فممتعه جدا. اللون حلو قوي والطعم حلو قوي. حبيت البلو تشيز وبحب البلو تشيز الريكفورد قوي. اخد جمبريايه بقى في صوص البلو تشيز، اغرقها في الصوص. طيب صوص البلو تشيز ده بقى احسن ولا صوص الافوكادو؟ يعني هو التاني حلو وشايل اي زفاره في السمك او كده، بس انا حبيت الجبنه، انا بحب الجبنه جدا. ده بصوص الشيري، انا متحمسه له قوي عشان حاسه ان هو هيبقى سويتي كده شويه. الجردل ده فيه 2 كيلو جمبري بصوص الشيري، في كمان معاهم برضو الزيتون اللي انا قلت لكم مدي طعم للسي فود حلو جدا. ده جبل جمبري كف 4 اشخاص. بصوا بقى، هفرد الرز بقى واغوص في بحر من الجمبري. في ناس بتحب الجمبري بس، فهم عملوا برضو جرادل للجمبري بس. الجردل ده بيكفي 4 اشخاص، عباره عن 2 كيلو جمبري وسط زي ما انتم شايفين كده. الصوص ده بقى عباره عن ايه؟ شيري صوص فيه شيري توماتو وزيتون. ده هيدي طعم ايه سويتي شويه للجمبري، بيبقى لذيذ جدا وبيليق معاه. تعالى نجرب بقى كده. بس انا حاولت اشرب الرز من الصوص ده على قد ما اقدر. ادوقه معاكم كده عامل ازاي. بسم الله. الطعم ده متبل قوي. الشيري اللي هو شيري توماتو يعني، مع فيه توابل كده، في كمون وملح، حاجه تانية انا مش عارفه ايه هي كده، مديه طعم حلو. هو الزيتون ده طلع رائع. انا اول مره اعرف ان الزيتون بيمشي مع السي فود. بصوا حاطين زيتون مخلي وزيتونه كامله. الزيتون ده كله بينزل مع الصوص فبيدي طعم حلو قوي. ندوق بقى جمبرياه حلوه كده الصوص ده ونشوف الطعم عامل ازاي. غرقها في الصوص تاني برضو. ايوه كده. الصوص ده الناس اللي بتحب طعم الطماطم المتبل هيحبوا جدا الصوص ده، وهو ماشي جدا مع الجمبري. الجردل ده حلو على فكره. لو عايز جردل جمبري بس ممكن ينزل باي صوص، حتى الصوص اللي هو الافوكادو او صوص البلو تشيز برضو. انا شايفه ان ده لايق قوي مع الجمبري لوحده. يعني الجردل ده بقى غريب قوي، هو جبنه رومي مع كركم برضو، في اناناس، في زيتون برضو، بس هيبقى غريب جدا مش عارفه، فهنشوف. كده في مشروم كمان، ريد بينز واناناس، جبنه رومي، في حبات سويت كورن. انا بحاول اشم ريحه الجبنه الرومي، ويا ترى دي جبنه رومي وسط ولا قديمه مش عارفه. اول حاجه هعملها اني اغرق الرز في الصوص عشان اعمل بقى كبسه صح، بقى كبسه جمبري المره دي.
حلو قوي. الميكس ده مع بعض رائع. جه في بقي زيتونه مع ريد بينز على حته مشروم مع بعض كده، في توازن في الطعم في بقك حلو جدا. مش متوقعه ان هو يبقى متوازن ومظبوط قوي كده. دوق بقى جمبريايه كده حلوه على كده. انا مصدومه شويه، فاكره ان ده اكتر حاجه انا مش هحبها. كنت فاكره ان هي هيبقى طعمها هندي مايل للهندي بقى، كركم وكاري والحاجات دي. طلع لا خالص، طعم حلو جدا مع بعضه متوازن. الاناناس ده مدي سويتنس شويه، والجبنه الرومي مديه ملوحه شويه، فمع بعضهم ومع الريد بينز والمشروم حلو جدا. يمكن ده احلى جردل بقى لو هنرتبهم، ده احلى جردل باحلى صوص. بما ان ده احلى صوص، فطبعا اللولز مش هتعديه كده من غير ما تاخد ايه صصلها واحده واكلها لها في بقها مع شويه رز. قولي لي رايك. حلو قوي، احلى واحد اصلا. معايا جردل سي فود مقلي عباره عن 2 كيلو ونص سي فود، في كيلو سمك جزل ونص سمك فيليه، نص جمبري، نص صبيط، وكمان 300 جرام كابوريا مقليه. بينزل معاه ايه؟ بينزل معاه رز صياديه، مش رز زي التاني، بينزل معاه رز صياديه. انزله لكم اهو، سلام عليا وانا شيف في نفسي. هنزل لكم بقى، اعتقد دي اكتر حاجه انتوا هتحبوها لان في مصر بيحبوا السي فود المقلي. دي صبيطه مقليه. اقول لكم على تتبيله القلي بقى، حاطط فيها كمون وشطه، صبيتها هيل وطحين حلو كده ومالي مركزه، والتتبيله رائعه. دي سمك لوت، جرب حته كده. السمكه دي حلوه قوي، لذيذه جدا. ازاي بقى ناكل سمكه كده مقليه من غير ما ناخد حبه رز صياديه ونحط حته السمكه عليها كده؟ نروح ايه، بسم الله. حته فيليه. الحاجات اللي بحبها عندهم انهم بيقلوا بسمسم وحبه البركه. المهم بقى، الناس اللي بتحب السي فود مقلي هيموتوا في الجردل ده. قولوا لي تجربوا انهي جردل. قبل ما امشي هاخد كوبايه شاي اشربها عشان اهضم بيها، بس مش تعملوا زي كده. باي.